ها يلا الصحراويين تعودوا باغيين تقطعوه، تعودوا باغيين تقطعوه البحر وتكسروا باخرتكم اللي تركبوا فيه. راهو حد كسر التنظيم راهو خلق، وحد كسر العدالة راهو خلق، وحد كسر الإدارة راهو خلق، وحد كسر البوليس راهو خلق، وحد كسر الجيش راهو خلق. حد كسر، حد كسر ذلي هو لا يقطعوا البحر يغرق وانتم باغيين تغرقوا. يا هو ولا وجه العالم غالي تعود ما عندكم مدفع ولا عندكم وضع ولا عندكم شيء يحميكم، وتعودوا جريين فارغ ماء ومتكاتلين وفيسد يا الفقر. ما هو معقولة، ما هو معقولة. اوقفوا مع مؤسساتكم واحموا مؤسساتكم غير ملي بمواطنينكم. اولا شاهدوا مواطنين، هذو المواطنين اللي يغلطهم الجهل، يقصر عمره الجهل، يغلطهم تركه والله كبار والله صغار، يغلطهم شيء هو اللي يشاهدوهم، هو اللي يوقفوا معاهم، انعتوا لهم وناصروا فيهم، والمصلحة هكذا. وقفوا مع المؤسسات. والله رانكم خليتوا، يا فهم رانكم خليتوا، وتعود حقيقة مسؤولية خطيرة جدا وبلا مشبط. والجيش المغربي ما غلبنا، والجيش الفرنسي ما غلبنا، والجيوش اللي حاربتنا كاملة ماني مسميها كاملة، يا فهمتني، ما غلبتنا. منين يسمي لكم حد الجيش مرقوا اصبعكم من عينه. هذا الجيش هو اللي خبطنا به في البلد الفلاني، وهذا الجيش هو اللي عدلنا في البلد الفلاني، وهذا الجيش هو اللي حمانا في الوقت الفلاني، وهذا الجيش هو اللي نعتز به، وهذا هو الجيش هو اللي قاعدين في دفاع وقاعدين في ظله. إمكانيات موجودة على حجم مجموعة بشرية أراد لها عدوها إنها قاع ما تحيا. ثم باغي لكم لا تغلطوا، لا تعودوا غالطين. عدوكم بغاكم تعودوا تحت التراب السابعة تموتوا، واختنوا لا يتم قادتها فيكم الدهر بديل، ولا يقد يحميكم ما هو قوتكم وتلاحمكم وتماسككم ووحدتكم الوطنية. هذا الوحيد هو حتى ولو تقبلوا الاستقلال الوطني، هو مآلها توصل اللالة. إذا حد باغي مآله ونهايته يعود عبيد ويعود راكع للعدو ويعود راكع للغير، يقبل هذا الطريق القبلي. طبعا يلا المواطنين المناضلين والمناضلات نتاع الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي ذاب، والمواطنين عموما، المواطنين الجيدين الابرياء كاملين اللي ما هم قبليين ولا يعدلوا بها شيء ولا هم مستفيدين منها ولا يقدروا يستفادوا منها، نظرا لأن القبلية يستفاد منها الا بياع الدم البشر، يستفادوا منها الا الانتهازيين، يستفادوا منها الا اهل الدروب، يستفادوا منها الا اهل الظلام. واللي استعمل القبلية معناه انه باغي يحمي ظليمة، باغي يحمي شيء ما هو مسقف. اللي عمل القبلية باغي يحمي رواية ما هي مسقف. إذا يلا اثنين نستنفروا مناضلين ومناضلات الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء والذهب، ومقاتلين جيش التحرير الشعبي الصحراوي كاملين، ونستنفروا جماهيرنا، الجماهير المخلصة الطيبة اللي أعطت كل شيء وهي ضامنة كل شيء وهي ضامنة حرب التحرير. نستنفروها ونوحدوا صفوفها ونتمسكوا بحبل الوحدة الوطنية حول برنامج الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء وادي الذهب، وننهض من هذه السبات وتسقط القبلية وهذه وضعية الأمن. جوج قطوطة يعني تفاتنوا على دروب، حاشاكم تفاتنوا على دروب، والله 4 والله 5 والله 10 تفاتنوا على دروب هوك، ربما قاع في جنوب المغرب، والله ربما في ليلة ثانية حد منهم حاص على حد منهم كذا إلى آخره، ويجوا فم كيلا كلاب يعني متفاتنين على العظم. هذه كلمة يعني يسمح لي البشير قبطها من كلامه، يعني متفاتنين على عظم فم، ويجوا هون ويزرقوا الفريسة وسطنا ويتفاتنوا عليها غب
وكل واحد منهم قيم العياط: يا قبيلتي تعالى لي، يا قبيلتي تعالى لي، يا قبيلتي تعالى لي، والله انا ماني منكم، والله لا ننكركم، والله لا نعدلكم، والله لا نواسوا كذا الى اخره. ونصدقوا احنا يعني هون اقتراحات يعني متخلفه يعني نتاع القرون الوسطى باقيه. احنا اهل الجبهه الشعبيه تحرير ساقية الحمراء والذهب، واحنا اهل جيش التحرير الشعبي، واحنا اهل الشهداء، واحنا اهل هذه المكاسب. هذا غير معقول، هذا غير معقول، هذا غير معقول. اذن الوضع يتطلب نهوض، ونهوض حقيقي من طرف الاطارات. وهذا رايي قبل ما نقول مسؤوليه الجماهير راني نقول مسؤوليه الاطارات والمؤطرات كلهم بمن فيكم المتكلم. هذا راهي مسؤوليتنا، وراهي لا خلق الفشل، احنا هما الفاشلين. الجماهير ما راعي، الجماهير خص حد يبلغ لها الرساله بصوره واضحه يقنعها ويمشي قدامها، ولا الدور تسبق والدور تمشي معاه. يا غير اذا عاد بارك اللوره ويقول لهم مشوا انتم ما يحرك، وإلى عاد أم اللي باغيها تمشي ما هو قانعها ولا مفسر لها ما لا تمشي. إذا لابد تنطرح الجماهير في الصورة، لابد تنطرح الجماهير في الصورة بصورة مناضلة نظيفة زينة وطنية، وعقب ذاك الإطارات قدامها يضحوا قدامها والجماهير تمشي. احنا مزلنا في الحرب. الشعب الصحراوي يعود متوحد كامل 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 بحذافيره، متوحد في اطار الجبهه الشعبيه لتحرير الساقية الحمراء. يا صحراويين، هذا هدف أعطيته أباتكم وأخوتكم وأخواتكم ورفاقكم وجيرانكم ولعلياتكم وتركتكم وشيبكم وكباركم من أجله. هذا الهدف يستحق التضحية، لأنه بلا بيه بدون الأصول له ما لنا خالقين ولا لنا له نخلق. احنا فرض علينا نحترم وسط هذه المنطقة اللي احنا فيها، وسط دولة صحراوية مستقلة ذات سيادة. هذه الحقيقة لابد منها، وحتما تقع، حتما يوصل لها. تتطلب تضحيات، مرحبا وسهلا. تتطلب عليهم يطولوا معاناتنا، لا يطولوهم، يا غير ذاك ما هو رادنا على الهدف. بلية ما تلوح يشماه في الركوع العدو، هذا هو مآلها توصل اللالة. إذا حد باغي مآله ونهايته يعود عبيد ويعود راكع العدو ويعود راكع الغير، يقبض هذا الطريق القديم. جماهيرنا الجماهير المخلصة الطيبة اللي أعطت كل شيء، وهي ضامنة كل شيء، وهي ضامنة حرب التحرير، نستنفروها ونوحدوا صفوفها ونتمسكوا بحبل الوحدة الوطنية حول برنامج الجبهة الشعبية تحرير الساقية الحمراء والذهب، وننهض من هذه السبات تسقط القبائل. العدو هو اللي قال على انه بغير بحلباجله والحسن الثاني كلامه، نزلتوا تتذكروا 7 أيام جولة للقوات المسلحة الملكية وينتهي الموضوع خلاص. إذن هو حددها ب7 أيام، أبا مات ما شافها، وماتوا كل الجنرالات الدليمي وماني عارفاش ما شافوها، ومات البصري ما شافها. والمغرب العربي ما هو خالق إلى ما استقل الشعب الصحراوي، والعلاقات في هذه المنطقة يسوى بين أطرافها، والله بين أطراف هذه المنطقة والعالم الآخر ما إليه تصلح، ما إلى استعادة الشعب الصحراوي حقوقه الوطنية المشروعة.
يا الصحراويين يا الصحراويات، تفقرشوا تفقرشوا تفقرشوا. قوموا مؤسسات، قوموا مؤسسات دولتكم، قوموا جيشكم، قوموا شرطتكم، قوموا درككم، قوموا حكومتكم، قوموا برلمانكم، قوموا ولايتكم، قوموا دائرتكم، قوموا بلديتكم، قووهم. هذو أدواتكم اللي تقطعوا بهم، قووهم، متنوهم، التفوا حولهم، احموهم. هذا يفرح العدو، وراني لا يقولني حد شي ما قلت لك، راهم ما معدو ذوك الشركات واللي عادوا معاهم على الظهر. انا ما نقول انهم مغاربه، حاشا حاسد انا المغاربه يعودوا من حراويين يسووا كاع، حتى ذوك اللي معاهم هوك ماني مسلم بانهم معاهم، ولا سيما ذو اليوم خلاو وذراو وانتجفت صباغتهم في القضيه اللي هي لا ضد المغاربه. غير مولي نو شي اللي يضحككم ما نبغي لك عام. يا الصحراويين فتنتكم ما فيها فايده، ويا الصحراويين تفراقكم ما فيه نزل، ويا الصحراويين توزيعكم وشيتيتكم على قبيلات وخويمات وعشيرات ما فيه فايده. مصلحتكم في وحدتكم، مصلحتكم في نبذ الشيء لا يفرقكم يسوى وشنو. وذاك اللي يخدع ليك، ذاك قبال اللي يخدع ليك، ذاك هو رفيقك وحبيبك وخوك، ولا تسمع فيه كلام. وتعالوا وانتروا وانصحوا وفاصلوا يديه، راه لا يكدد فيه الجهل، والله تكدد فيه دعاية العدو. هو مسيكين فارغ لا تعدل منه عدو هو بحد ذاته. اللي عدو هو ذيك الفكرة الراقية اللي وسط دماغه وقلعها منه، لأنه هذاك هو قوده. المعارضة الصحراوية داخل الجبهة تقول عنكم دخلتوا الحرب ما انكم جاهزين له، بمعنى هذا التفوق التكنولوجي. الرجال الصحراويين مازالوا يشدوا ومازالوا بطبيعتهم ما عندهم درون. من درا كان ذاك ميزان توازن الرعب كان ولا يتغير في المرحلة القريبة القادمة، ولا مازال سر عسكري منكم؟ نعرف على أن هذه هي أول تجربة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الدارم والجيش الصحراوي على أنه يدخل حرب ما حضر لها لأنها فرض عليه. وما هي أول مرة كذلك اللي كيف قال الشهيد الولي الله يرحمه ندخلوا حرب، ندخلوا كفاح مسلح بإمكانيات غير موجودة، لكنها لا هيجي لا هيتنجبر، لأن التاريخ يعيد نفسه. وقطعا لأنهم الصحراويين يعملوا على أنهم يتكيفوا مع متطلبات الظرف ومتطلبات الحرب. لاجئين واللي منا ما هو لاجئ مسجون، هون اللاجئين وهوك مساجين، ناس معتقلة وساكنين بها الرفض. وشنو تقصدوا، شنو تفهموا انتم الحبس؟ الحبس هو المنع من الحرية، والحبس هو الصبر، والحبس هو المنع من التملك، والحبس هو المنع من التظاهر، والحبس هو المنع من حرية التعبير إلى آخره إلى آخره. هذا واقعه. حرية التعبير ما هي خالقة، حرية التملك ما هي خالقة، حرية العمل ما هي خالقة، حتى حرية القراية قال لكم ما هي خالقة، وحرية التنقل كل شيء داخل الربط، كل شيء داخل. إذا ذاك اللي هو مسجون، وذا اللي هون لاجئ عايش فوق تراب الآخرين، يسافر يقض يطلع يشرق يغرب يرقد للقايلة يوعى بكري يصمق يخطي يتظاهر يقول اللي يبغى حر. هذا الجانب، ولكن حر فاش؟ حر في الخيال، حر بين السماء والتراب، يعني يمشي ما هو واقع على الأرض بلا قاعدة. هذا هو الواقع تاعنا. وش هذا الواقع هذا؟ يعني نتنافسوا في هذا البذخ خطير. إلى جاوا السيارات العائلية خليل مولانا، ولا خلقت خيمة خليل مولانا، ولا ازداد يشير ولا تلقى ازداد مع الأسف الشديد خليل مولانا، ولا ما تلقاش خليل مولانا، ولا مولاي عندي 25 سنة وأسبوعية. الإفراج نهار 1 في شهر 9
2003. وذاك الصباح اللي غادي اللي فرج الله حلف تندوف هو يجي محمد عبد العزيز قسما بالله، قولها امام الله وامام الملك وامام العبد الكامل. جا لعندنا هو يقول لنا سمعوا الشلوحه هي كاينه، حنا 242 واحد ديك المجموعه، 121 في الطائره و121 في الطائره. ويقول لنا سمعوا الشلوحه راه نفرج عليكم الله، راه مازلتوا غادي تنعسوا على الكارطون. بعد العباره هذه في 2013 في رمضان ديال 2013 عام قبل شهر وحنا معتصمين امام القضبان البرلمان، ما كايناش شي جمعيه ولا شي حاجه شي مجموعه اللي دارت الاعتصام عام قبل شهر مفرشين فيه الكرتون تحت. ورجعنا لديك المقوله اللي قال لنا محمد عبد العزيز في 2003. الرسالة اللي تقدمها للجيل المستقبل باش يحافظوا على الأمانة هذه ويوصلوا النضال. الوحدة الوطنية هي الأساس، والروح الرفاقية هي الأساس، والتضحية هي الأساس، والعنف الثوري هو الأساس. هذوليك مبادئ نخليهم من حياة الشهيد الولي ما نقدر نولوا عنهم. مبادئ نخليهم لنا وبشكل من السرية لا يتصور، ولا يقد حد يعرف عنه، لا يقد حد يعرف عنه هو هذيك المهمة المسندة له شنو هي. والله من ينقاس محمد عبد العزيز هو احنا كنا نقول له الثورة نقول له حدي عليه، لأنه كان من تسند له مهمة والله شنو يعده يمرق ويقول أنت منين الوعد؟ يقول حدي هون. أنا خليت أعرف منين الوعد، حدي هون يقول لنا حدي هون. كنت مارق من شعب اصيل كريم مسلسل من اللبات ما يرضى بالرجل ورجيل ومنه فات عدوه السقرات، وبسمعك وبنفعك وطويل كنت مرجي منك شيات، واخلاقك ترتاغ من مقيل فهلك وعرم الاخلاقات، والبل تنقر فيها والخي والعين وتنقر في الوتات، ولا تركع معه للجليل بالسيف الا حدك ركعات الفرض، وتختر على الوكيل مليت وذريك الشبعانات، تمشي عنده وتعود ذليل تركع بين يديات السهل. خلعنا يا حد الناس الدور تعدل منك ساس من قد المعنى والحماس اللي فيه الناس تحمات فيه اعطات المال والانفاس والزمن واعطات اللي طات الدور الحياه اللي ناس مع ميزتها في الحياه، تقوم انت عنها من الساس اللي عندك مدلل هنا. خلعنا يا حد تخون ترابك ما قلناها هون، خنت الواد الزين والعيون والطلح والكده والتمات، وخنت المستشهد والمسجون والشعب احياء واموات، وتخون الرضيع في عبون امه، وتخون اللي ما فات خلق واللي دونه قرون واللي ميت له سنوات. ما انك مجنون ولا مقرون تزق راسك في المذلات بس منك مطعون وممحون من حد تعدل تبريرات تكذب. لو كنت اللي مطعون يعودوا يطعنوك في القزات. خلعنا ما قصرت خمام حد مفرط في الهم العام، ما ينظر في الدهر قدام في الحياة ولا للممات، ومساوي الحلال والحرام والستر والعار السوات عنده، ينزل يقولوا الأعظام بعظم تتغير قناعاته من آدم ما عاد غزام كلاب ولا جن ولا مان. خلعنا يا حد كبير كنت ولا خيام كبارات تترجاك في حرب التحرير التركل عليك وسمات ولياتك وتبيع الخير والبخس عناية الوليات.